أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة الميكس بطرق مختلفة. النهاردة هنتكلم على طريقة سيربان جينية، وديت حاجة من أكتر الحاجات الغامضة والسيريس في مجال الهندسة الصوتية. الناس اللي مش عارفة سيربان جينية هو واحد من أشهر وأشطر الناس اللي موجودة على الكوكب دوت في الهندسة الصوتية، بس هو اتميز بأن هو شبح. بمعنى إيه؟ انك مش هتلاقي اي انفورميشن غير مؤخرا بدأ يعمل انترفيوز مع بعض الناس، وقديما هتلاقي فيه ارتكل مقال كده موجود على ويفز، والكلام كله كلام ان جنرال عن الفلسفة، عن هو بيمكسج ازاي، بيشوف الصوت ازاي، وهكذا. لكن مش هتلاقي اي سيشن بيفور اند افتر، مش هتلاقيه مثلا بيتكلم مثلا عن فوكال تشين كاملة هو بيستخدمها، مش هتلاقيه بيعرض حاجة بيستخدمها بشكل ثابت. كل كلامه في الانترفيوز كانت حاجات عن ان هو ازاي تركز على الاغنيه كلها، الصوره الكبيره، ما تركزش على التراكات الفرديه وهكذا. في بعض المعلومات بقى اللي اتسربت من مهندسين كانوا شغالين اسيستنت عنده سابقا، ومن بعض الشركات اللي هي قالت ان هو بيستخدم البلجنز بتاعتها. يعني حتى لما انت بتفتح بعض البلجنز وبتحاول تشوف اي بريسيت هو مستخدمها، اللي انا اعرفهم بشكل شخصي مش هتلاقي غير حاجتين: ميكس هيد اللي هي الايميوليشن بتاعت التيب ماشين اللي كانت اس بي ال عاملاها، فيها ايميوليشن للحاجه اللي هو كان بيستخدمها على الميكس باس، وهتلاقي بريسيت تانية جوه اكوستيك اوديو اري هو كان عاملها للفوكال بيستخدمها في البارل كومبريشن. غير كده محدش يعرف حاجه، وكل الناس اللي بتقول معلومات بتبقى معلومات من التحليل كده، السمع، من خبرتها، معلومة اتنطورت من ما بين حد للتاني وهكذا. احنا ازاي هنحاول نطلع صوت مشابه او نعرض فكر لحد ما اتكلمش غير عن حاجات ان جنرال؟ طبعا هيكون باستخدام الريفرنس. بس قبل بقى ما نتكلم على الطريقة، حابب اتكلم على ايه الحاجات اللي هو بيعتمد عليها، وحابب نتعرف على السيشن، وحابب اقول لكم على بعض الحاجات اللي انا عملتها في الايديتس. مبدئيا هو في بلجن بيستخدمه اسمه متريك هيلو تشانل ستريب. هو بيقول ان انت لو اديتني الشانل ستريب ديت واديتني برو تولز، يبقى انت كده كأن اديتني كونسول، يعني كأن انت اديتني ميكسر كامل اقدر اعمل بيه كل اللي انا محتاجه. فهتكون اول خطوه من الخطوات اللي عندنا ان احنا نفتح الشانل ستريب بتاعت متريك هيلو تشانل ستريب فيرجن 4 على كل التراكات بتاعتنا. الشانل ستريب فيها كيو، فيها كومبريشن، فيها جيت، فيها انك تستخدم السايد شيل اللي موجود في الكومبريشن او الجيت عشان تقلبهم مثلا ديسر، او ان انت تنظف منطقه معينه من الصوت. طيب هو بيستخدم بلجنز تانية غيرها؟ اكيد طبعا بيستخدم بلجنز تانية غيرها، وهنا هيكون التشالنج ان انت تحاول توصل لصوت مشابه للي هو بيطلعه. طبعا الاغنيه اللي انا اخترتها لان شفت ان هي شبه حاجات هو لسه مكسجها قريب، كان اقربها التراك بتاع برونو مارس وسيلك سونيك اللي هو ليف ذا دور اوبن دوت. شكل الشانل ستريب بتاعتنا هنا بتعكس الفيز، هنا بتقفل القسم بتاع الجيت وتفتحه، هنا الكومبريشن، هنا الاي هنا الليميتر، وهنا البريسيت بتاعتك. لو جيت تبص على اسامي الارتست اللي موجوده هنا، حتى ان هم كاتبين ان هو بيستخدمها وان هو قال انه بيستخدمها بشكل اساسي، انا بدور على سيربن 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 سيربن، مفيش اي حاجه، هو بيطلعش اي معلومات عنه. وزي ما قلت لكم لو دخلتوا على الانستجرام تلاقوا مفيش اي حاجه بتنزل غير صوره كل فين وفين، او بيبقى الارتست وورك بتاعت اغنيه او البوم هو اشتغله. غير كده مش هتلاقي اي معلومات موجوده تاني ممكن تعرفها عن سيربان جينية. تعالوا نسمع شويه من الاغنيه في الشكل الثابت بتاعها، كل الفيدرز بتاعتنا على زيرو، واكلمكم عن ايديت كده معين عملته. Give you what you need, so please hold on tight. You're on the mind for you. Wherever I go, wherever I lay. By now you should know my way. Your love always saves me.
اللي أنا بابدِّل ما بين السيشن وB دوّة الميكس اللي نزل من تليفونكن وديّة متاخدة من لايف شو، فده هياخدنا لجزئية قبل ما نتكلم إيه اللي إحنا حاطينه على الميكس باص. في edit أنا عملته هتلاقوا برضه في مهندسين تانيين بيستخدموا نفس طريقة الedit بيفضّلوها عن الgate. إيه هي؟ إن أنت كده لمّا تيجي تسمع الtoms هتلاقي إن أنا مشيت مع كل المايكات بتاعة الtoms، أي مايك كان بيبقى مش موجود إن هو بيلعب كنت باقفله، وكنت باسيب التومز بس في الأماكن اللي هي بتلعب فيها، عشان يبقى الوضع زي ما أنت هتسمع كده. يعني لو جينا نسمع مثلًا البريك الكامل ده بس، ودي بتدّي للناس نتيجة أنا باشوفها إن هي natural أكتر من الgate، لإن أنت كمان بتقدر تتحكم في أنت هتقفل إمتى وتفتح إمتى بشكل natural عن طريق الfade وهكذا. يعني ممكن كمان تcheck الجزء دوّة اللي هو كانوا بيقسّموا فيه على ال2 tone. فأنت بتمشي مع الtrack بتاع الtoms تشوف هو بيلعب فين وبيقفل فين، وبتقطع قبليه وبعديه وتعمل fade in وfade out عشان يبقى الدخول والخروج ناعم، لإن المايكات بتاعة الtom بتبقى مفتوحة طول الوقت، مش بنفتحها ونقفلها أثناء ما الدرامر بيلعب على الtom، فبتبقى لاقطة leakage من حاجات كتير ممكن تبقى غير مبررة ومش مفضل إن أنت تستخدمها. حاجة من أصعب الحاجات التانية اللي أنا هاعملها طبعًا قبل ما هابدأ في mix الvocal إن الlead vocal الأساسي عندنا it's too dynamic. يعني لو جينا نبُص حتى وإحنا بنسمع الجزء الأولاني دوّة، هتلاقي إن أنا رفعت الfader 10 dB عشان نقدر نفهم إيه اللي بيتقال هنا. طبعًا دي حاجة هتحتاج manual edit إن أنت تتعلم كده على الجزء دوّة مثلًا، وتقوم رافع شوية عشان يبقى الgain ماشي بشكل منطقي مع الحاجات العالية، ما تبقاش برضه الأجزاء ديّة كده كلها مختفية عندنا. ونفس الأمر هنعمله برضه على جُمل زي كده، نحاول نeven out الgain بتاعها قبل ما نستخدم أي compressor أو حاجة تحكم الmicro dynamics اللي هي الفروق البسيطة بقى ما بين كلمة والتانية. لمّا بيكون عندك جملة فيها مشكلة، حل المشكلة من الجملة كلها على بعضها الأول، بعدها حُط compressor واستخدم الميكس بتاعك العادي. إيه اللي محطوط على الماستر؟ محطوط 3 حاجات. أول حاجة عندنا الV meter محطوط عشان خاطر نبُص على الgain staging بتاعتنا ونراقبها. بعد كده عندنا make believe mix head ديّة الtape emulation اللي هو كان بيستخدمها، فيها preset من سيربان جينيا اسمها the one، أنا اخترتها وما عدّلتش فيها أي حاجة. بعد كده في the God particle. طيب ليه في The God particle؟ جيسون جاشوا كان بيتكلم عن التحديات اللي واجهته هو وديف بنسادو في الميكسينج، انهم كانوا بيشتغلوا في نفس الارض، يعني انهم بيمكسجوا بوب وبيمسجوا بوب روك. لقوا ان السيربان جينيا بيعرف يسبقهم في ان هو يعرف يطلع الميكسات بصوت اعلى، فكان عندهم التشالنج ان هم يبنوا جين ستيجنج وان هم يبنوا ورك فلو تخليهم يطلعوا الصوت اعلى من غير ما يعتمدوا على الميكس بس، يعني ما يبقاش العلو كله جاي من ان انت حاطط ليمتر على الماستر ومعلي بيه. فدي حاجه كمان من الحاجات اللي دفعتني ان انا استخدم زجاج بارتيكل، علشان الخلفيه بتاعه جيسون جاسوا هو عنده شويه قدوه او شويه حماس او شغف ان هو يطلع صوت شبيه باللي سيربان بيطلعه، وعشان البلجن دوت انا عارفه وبرضه بستخدمه كتير في الميكسات بتاعتي. البلجن اللي بعد كده كان السي جي اي. ليه؟ البلجن دوت متصمم ان هو يديك لاودنس فوق الليمتر اللي انت عامله، لان كريس كان بتتبعت له ميكسات محطوط عليها ليميت وبيطلبوا منه ان هو يعليها تاني، فكان لما بيستخدم الليمترز العاديه والكليبر بتحصل عنده مشاكل، فاخترع البلجن دوت بالمشاركه مع ميكس هيد بليف. فديت الرحله اللي احنا نبداها في ان احنا بقى نبدا نشتغل على التراكات بتاعتنا، هنركن الفوكال ونبدا نشتغل على المزيكا. لو انت مش عارف مين هو سيربان جينيا، هتلاقي لينك موجود تحت متجمع فيه في اليوتيوب من احسن الميكسات اللي عملها. طبعا هي قديمه، الناس بتابديتد ان هي تخش على الويب سايت تشوف الحاجات الجديده اللي هو عملها وهكذا. لو عاوز تكمل معانا الرحله ديت تقدر تكملها في مستوى تعليم الهندسه الصوتيه المستوى الثالث، وتشوف كل الفيديوهات اللي مفتوحه في نفس المستوى دوت، وتشوف كل الفيديوهات برضو اللي متعلقه بشرح البلجن. سلام.